في الحر اللي احنا فيه ده اي حد بيشوف ازازه ميه بيجري عليها من حتى يفكر هي فيها ايه. فتخيل لو طفل صغير يجري على ازازه ميه على اعتقاد منه ان هي فيها ميه وهترويه. وللاسف الام حاطه فيها فلاش او كلور او طاس. هنتصرف ازاي؟ حاجه ممنوع منعا باتا انك تخلي الطفل ده يرجع، لان الطفل ده لو رجع الحاجه وهي نازله، الماده الكاويه دي وهي نازله في الحلق بتاعه، فهي بتسبب التهابات وبتكرري الموضوع مرتين. فلو هي وهي نازله ما اذتوش وهي طالعه هتاذيه، ده مؤكد يعني. تاني حاجه، في امهات بتشرب الاطفال ميه بملح. هي الميه بملح ما بتاثرش في اي حاجه نهائي، غير انها بتتفاعل اكتر وبتعمل حرقان اكتر وبتزود المشكله. طيب تالت حاجه، في امهات بتدي لبن ببيض. انا لحد دلوقتي ما اعرفش يعني ايه لبن ببيض غير ان هو يسبب ترجيع، يعني ما بيعملش اي حاجه تانية غير ان هو الطفل هيرجع، فهي المشكله هتتضاعف مش ان احنا هنقللها. طيب يبقى ايه الصح اللي المفروض اعمله؟ اول حاجه ان انا اعرف هو خد ايه بالظبط وخد كميه قد ايه، بحيث ان انا لما اروح مركز او اروح المستشفى او اروح المستوصف اقول لهم ده خد كذا وخد نسبه كذا. طيب تاني حاجه، ان انا ممكن اديله ربع كوبايه لبن، بحيث ان هو يقلل امتصاص الماده الكاويه دي عند الطفل لحد ما نروح المستشفى ويعملوا الاجراءات اللازمه. يعني ربنا ينجينا جميعا. هي معلومه بسيطه بس ممكن تساعد في انقاذ حياه طفل صغير.